بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد. النهاردة يا جماعة في ناس كتيرة ما تعرفش إن في علاج بسيط وسنة نبوية مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعالج كثير من الأمراض المزمنة، ألا وهي الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بنفسه ووصانا إن احنا نعمل الحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. النهارده يا جماعة أنا حابب أشارككم تجربتي مع الحجامة وليه عملتها وإزاي حسيت بفرق كبير بعدها. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو حابب اوجه كلمه شكر وتقدير للكابتن احمد جمعه، رئيس مركز الكابتن، الراجل اللي فاهم يعني ايه حجامه وبيتعامل بحرفيه وبضمير. 3 إشارات لو موجودة عندك يبقى جسمك محتاج حجامة: وجع أسفل الظهر، ويزيد لما بتصحى من النوم أو لما بتقعد لفترات طويلة، صداع مستمر أو التقل في الراس حتى لو نايم كفاية، شد مزمن في الكتف أو بين اللحيين، خليك مش قادر تتنفس براحتك. الإحساس ده جسمك بيقولك كفاية إرهاق، وساعتها بتبقى محتاج لجلسة حجامة. بتبقى عملية توازن كامل للجسم، تنشط الدورة الدموية، تفك العضلات، بتخلي الجسم يرجع خفيف ونشيط. شوف بنفسك آراء الناس بعد الجلسة. سلام. النهارده حابب اشارككم تجربه مختلفه شويه. كنت بعاني من شويه مشاكل والم في رجلي، وبصراحه رحت لدكاتره كتير قوي، فقررت اجرب حاجه الناس كلها بتتكلم عنها، الا وهي الحجامه. الحجامه يا جماعه سنه نبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت في احاديث كتيره جدا صحيحه، وهي من العلاج المباح والمستحب شرعا، علشان ليها فوائد كتيره جدا. باختصار يا جماعه، الحجامه لو مش هتفيدك مش هتضرك. للحجامة فوائد كتيرة جدا. أول فايدة منها إن هي فيها شفاء بإذن الله من أمراض كتيرة جدا. تاني حاجة اتباع للسنة النبوية صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم، وتعتبر سبب من أسباب التداوي المشروعة التي لا تتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر. تعالوا يا جماعة نشوف الفيديو ده ونرجع لحضراتكم تاني. جسمك تقيل ومش قادر تقوم، لو في ألم في ظهرك وحاسس ان انت مش مرتاح، لو المفاصل بتوجعك من اقل مجهود بتبذله، يبقى جسمك بيقولك ان هو محتاج جلسة حجامة. وكمان عندنا اخصائية للجلسات النسائية. ولو انت لسه قلقان من التشريط او التعب بعد الجلسة، شوف بنفسك آراء الناس اللي جربت شغلنا. سلام. الحجامة كانت بسيطة مش مؤلمة زي ما كنت متخيل، وبعد الجلسة حسيت بفرق كبير. رجلي خفت وجسمي خف وحسيت بنشاط مش طبيعي. بالمناسبة الحجامة مش بس لعلاج الألم، دي ليه فوائد كتيرة جدا. بتقلل الصداع والتوتر وتقوي المناعة العامة. فلو حاسس إن جسمك مرهق أو عندك ألم مزمن، جربها عند متخصص مضمون. وشكر خاص جدا للكابتن أحمد جمعة على شغله المحترف وأسلوبه المريح، واللي خلى التجربة دي ممتعة جدا ومفيدة. تعالى اعمل إعادة ضبط مصنع لجسمك عند الكابتن أحمد جمعة بسعر كويس. لو بتصحى من النوم وحاسس إن جسمك فيه إرهاق ومش قادر تقوم، لو بتشكي من ظهرك ومش قادر تتحرك منه، أو عندك مشاكل في المفاصل بسبب إنك حملت عليها، علاجك عند الكابتن أحمد جمعة. الحجامة مش بس بتعالج المشاكل دي، كمان بتقوي المناعة وبتنشط الدورة الدموية في الجسم. بعد الجلسة جسمك هيرجع جديد. تعالى اعمل إعادة ضبط مصنع لجسمك عند الكابتن أحمد جمعة بسعر كويس جدا. يا جماعة الحجامة مش مجرد علاج، دي سنة نبوية فيها بركة وشفاء بإذن الله. لو عمرك ما جربتهاش، خد القرار حالا وجربها عند متخصص زي كابتن أحمد جمعة، وصدقني هتحس بفرق كبير. ما تنسوش تقولي في التعليقات لو جربت الحجامة قبل كده، وإيه كانت تجربتكم. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير علشان غيرك كمان يستفيد، واشترك في قناتي علشان نكمل مع بعض سلسلة الفوائد اللي وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. هسيب لكم يا جماعة في صندوق الوصف عنوان كابتن أحمد جمعة وأرقام تليفوناته. بحبكم في الله، واستنونا فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.